عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد ووصفة جديدة مع شهيوات مع أم آية وأم آلاء. اليوم إن شاء الله من ضمن تحضيرات العيد الأضحى المبارك كنتقدم معكم هذا الغريبة المعلكة ديال الكاوكاو، وقدمت كذلك معكم هذه الكيكة وهذا الشكل ديال الزمان بالمرشم، وكنفندو في سكر كلاصي. واللي عجبو هاد لا فيديو المرجو مشاهدته الى الاخر، وندوزو ان شاء الله الى المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بالنسبه للغريبه الكاوكاو المعلكه، انا هنا خديت 250 غرام ديال الكاوكاو اللي حمرتها غير واحد شويه في الفران وطحنتها هكا تجي هكا مهرمشه. كنضيفوا لها نص كاس ديال سنيده، بيضه بحجم كبير، البيضه كلها. هنايا عندنا نص خماره وفاني، ولتصحيح الذوق غنديروا واحد رشيشه ديال الملحه. صافي غنجمعوا هذا الخليط كله مزيان بيدينا. باش نجمعوا هذا الخليط غنديروا واحد المعلقه ديال الكونفيتور المشماش. نخلطوا على الطريقه نخدموها مزيان باليدين ديالنا، ونخليوها على الاقل ساعه ترتاح. واللي بغى يصاوبها بالليل خليها في الثلاجه، ما عندها ما توقع لها حتى شي حاجه. صافي عاد نجمعها في واحد البلاستيكه ونحطها في الثلاجه. انا على ما نصاوب الكيكه في الشكل الاخر عاد نرجعوا نصاوبها ان شاء الله على ما تشرب لنا. بعد ما خلينا كاوكاو درناه في الثلاجه يشرب، عاد نديروا هاد الكيكه اللي جات هي ان شاء الله للعيد. بعد عندنا هنا المول كندهنوه. انا صوبت لكم هاد الشيء باش ما يجيكمش لا فيديو طويل. دهنت هاد المول بالزيت ورشت عليه الفرص، درت هنا شويه ديال الهاشي وشويه ديال شوكولا فيرميسيل. بالنسبه هنا في هذا البول درت 2 بيضات، حك ديال دانون. داك الكاس ديال دانون به عبرت كاس ونص ديال الزيت وكاس ونص ديال السنيده وكاس ونص ديال الحليب، ودرت غبيره د الملحه وشويه ديال الفاني. غنخدموها كيكه مزيان بالباطو، غنطحنوها مزيان. كنطحنوها مزيان وكنزيدو عليها الفورس والخماره بجوج. ها هو داك الفورس، غادي نديرو 2 خمارات الاولى، الثانيه غنضيفو عليهم واحد شويه ديال الخل باش كتفاعل هكا. خليوها على هذا الشكل تفاعل واحد شويه، عاد نطحنوها. الفرص على حسب كل واحد، على حسب الخلطه كتجي شويه خفيفه. هنايا غنزيد لها هاد المكسرات، غنزيد لها هنا شوكولا فيرميسيل، غندير لها هنا الشوكولا اللي مره شويه وشويه ديال الكركاع. غنضيفوا لها هادشي كله ونخلطوها ونخبيوها في المول وندخلوها الفران طيب. هيا خبيتها في المول، غندخلها انا الفران ديال الغاز، غنشعل عليها غير من العافيه، غير من التحت على عافيه مهيله تنشوفها طلعت وطابت. عاد كنشعل عليها من الفوق. دابا غندخلوها الفران وندوزو نصاوبوا الشكل ديال المرشم. وبالنسبه لهاد الحلوه ديال المرشم ديال جدودنا ديال الزمان اللي كنا كناكلوها ملي كنا صغار، هنا عندي 125 غرام ديال الزبده. عندي انا زبده سبيسيال، ونحتاجو معاها نص كاس المزهر، نص كاس السنيده، نص كاس ديال الزيت، رشه ديال الملح. وهنا عندي هنايا المكسرات، نص كاس الزنجلان، نص كاس الكركاع، نص كاس اللوز. انا قطعت داك الكركاع واللوز طريفات صغار وحمرتهم واحد شويه في الفران غير باش ياخذوا داك الكروكون ديالهم. وهنا عندي واحد نص كاس ديال الزبيب اللي قطعته هكا طريفات صغار، والفورس حسب الخليط. وعندي هنايا الفاني، وعندي هنايا خمار. صافي عندي كوز الزبده، غادي نضيفوا عليها هاد الزيت، سنيده، نزيدوا هاد السوائل كلهم مع سنيده والزهر والمعلقه ديال الفاني ورشيشه د الملحه
غادي نضيفوا هاد المكسرات كلهم هنايا ونخلطوا. ونبداو نضيفوا الفورس مع الخماره تدريجيا تيتجمع لنا الخليط. نجمع الخليط بالفورس ونرجع معاكم. ها انت كنخليها على هذا الشكل. ها هي ملي كنجمعها بالفورس كتجينا هكا بحال شكل ديال الغريبه البهله. خاصها كتجمع لنا بيدينا. انا غناخذ هذا المرشم هذا ديال المقروط، غادي ندير فيه غناخذ شويه من الخليط وغادي نبرد على نبسط على هذا الشكل. ندير فيهم 3 بهم. اللي عنده شي مرشم واحد اخر ديال البلاستيك ولا المهم كان هكا مريشم هكا باش يجيو لنا كلهم قياس واحد. هكا غناخذ واحد الخشبه ونقبطوهم هكا ونضربوهم على هذا الشكل ونهزوهم نديروهم في الطبسيل اللي غادي يدخل الفران. نبقى على هذا الشكل. هذا الاثناء انا غادي نشعل في الفران خليته كيسخن، عاد ندخلهم يطيبوا وندوز نصاوبوا الغريبه، وملي عاد يخرجوا عاد نفندوهم في سكر كلاصي. ها هي بعد ما خرجناها من الثلاجه درتها انا كورتها، درت شويه الماء زهر في يديا وكنكورها وبعدين نلوحها في سكر كلاصي اللي مغربل. انا هاد الرابعه عطاتني 16 حبه، نديرها غير شويه من الوزاسيل باش غير نزوق الطبله العيد وصافي. غادي نديرها كلها في سكر كلاصي بهذا الشكل هكا حتى تلبس مزيان بسكر كلاصي. لازم ديروا لها الماء زهر في يديكم باش داك السكر كلاصي كيدخل فيها. صافي غنبقاو نهزوها ونحطوها في الطبسيل اللي غادي يدخل الفرن. غناخذ واحد اللي عنده كاوكاو ولا زوز ولا قلقاع غيجي هنا للوسط وغندخلوها على هذا الشكل هكا. ندير انا لوزه ومنين نخرجوا الحلوه ديال المرشم من الفران غندخلو غريبه وندوزو ان شاء الله في الاطباق النهائيه. بعد ما وجدنا هاد التشكيله ان شاء الله لعيد الاضحى المبارك، ها هي الغريبه الكاوكاو كتجينا على هاد الشكل. ها هو هاد الشكل ديال المرشم ديال المقروط كيجينا هكا. درتو فنتو بسكر كلاصي وهذا خليته بلاش لان انا عندي ولدي ما كيبغيش السكر. هاد التشكيله ديال الصابلي مالح ديجا كنت صوبتها معكم في العيد اللي داز. والكيكه شوفوا تبارك الله ما شاء الله غير بجوج بيضات هي كتجي السمك ديالها شحال عالي وكتجي هشيشه. كنتمنى هاد الوصفات تنال اعجابكم والى اللقاء في فيديو جديد ووصفه جديده مع شهيوات مع ام ايه وام الاء، وعيد مبارك سعيد.